انا جبت درجات وحشة جدا رغم ان كنت بذاكر اكتر من اي حد اعرفه. مش كسل، مش تسويف، وكنت بعمل كل اللي قالوا عليه صح، وكنت برضو بفشل. اللي اكتشفته بعدها خلاني اكره كلمة ذاكرة. مش كل اللي بيذاكر بينجح، في ناس بتذاكر غلط. خليني اوصفلك اللي حصل معايا من واقع تجربتي. الفيديو ده مش مجرد كلام تحفيزي ولا نصايح عادية، انا بنقلك تجربتي بالكامل. واللي بيحصل انك بتقعد بالساعات قدام الكتاب، بتخلص الدرس وتحس انك فاهم، تيجي الامتحان بتحس ان عقلك اتقفل فجأة، وتقول لنفسك انا غبي، انا ذاكرت بس بطريقتي، هو اللي غيري بيذاكر اقل وبيجيب اعلى؟ انا كنت هناك، نفس القعدة، نفس الاحباط، نفس الاحساس ان المشكلة فيا. بس الحقيقة المشكلة عمرها ما كانت فيك. المصيبة اللي محدش قالها لي قبل كده، انا ما كنتش بذاكر، انا كنت بعمل حاجة اسمها تسكين الضمير. بفتح الكتاب، بقرأ، بحل شوية، واقفل، واطمن ان انا كده عملت اللي عليا. بس العائق الحقيقي هنا ان عقلك كان متفرج مش لاعب. مفيش ضغط، مفيش خطر، مفيش قرار. والعائق الاكبر ان كلنا فاكرين ان الحل ان احنا ناخد وقت اطول عشان نعرف نذاكر. بس ده اكبر خدعة في المذاكرة. التحويل حصل في لحظة غريبة جدا. درجاتي ما كانتش عجباني، ومش فاضل غير 14 يوم بس. وقتها قلت جملة غريبة غيرت كل حاجة. أنا مش هذاكر عشان أنجح، أنا هذاكر كأني همتحن دلوقتي. وده كان السر الحقيقي، المذاكرة اللي من غير خطر. ومن اللحظة دي بطلت أقرأ وبطلت أستعد، وبدأت أمتحن نفسي قبل ما حد يمتحني. النتيجة دي كانت أول مرة أحس إن دماغي صاحية وأنا بذاكر. أكيد بتقول دلوقتي طب إزاي أطبق الكلام ده؟ هقولك 5 أسرار أنا عملتهم. 1. السؤال قبل المعلومة. قبل أي درس اسأل نفسك، لو الامتحان دلوقتي قدامي هيجي منه إيه؟ حدد الأجزاء المهمة والمتوقعة في الامتحان، وده هيخلي عقلك يفتح تلقائيا. 2. صفحة بيضة هتساوي كشف حقيقي لدماغك. اقفل الكتاب خالص، اكتب اللي انت فاكره مش اللي حفظته. الصادم ان ده اللي انت هتكتبه في الامتحان فعلا. 3. الغلط بيساوي كنز. اي حاجة نسيتها ده مش فشل، اوعى تزعل، دي خريطة ذاكرتك الضعيفة. المطلوب انك تعيد على الحتة دي كويس تاني، مش تعيد الدرس كله. 4. صوتك اهم من عينك. اشرح لنفسك بصوت عالي، واسأل نفسك وفهم نفسك. اسأل أسئلة زي ليه وازاي، واربط المعلومات ببعض، ده هيثبت المعلومة بشكل لا تتخيله. 5. اقفل المذاكرة بسؤال مفتوح. ما تخلص وانت فاهم، خلص وانت عندك سؤال محير. اسأل نفسك سؤال متعلق بالدرس اللي بتذاكره. العقل هيكمل شغل حتى وانت نايم، وده هيثبت برضو المعلومة اكتر. ده اللي عملته في ال14 يوم. ذاكرت ساعات اقل، بس دخلت الامتحان وانا مش مرعوبة. النتيجة ان درجاتي كانت كلها امتياز، مع اني ذاكرت ايام الامتحانات بس. الاهم اني بطلت اكره المذاكرة. لو حاسس انك بتذاكر وبتتعب بس النتيجة مش على قد التعب، لو عاوز تسبق بخطوة وتعرف كل الاسرار والتركات، انا جمعت لكم الطريقة كلها في كورس الكود الياباني للتركيز والمذاكرة. هتلاقوا أسرار لأول مرة ومفاجآت حصرية لأول مرة في الوطن العربي. كورس بيتكلم عن التركيز والمذاكرة بالأسلوب الياباني. باختصار ده مش كورس عادي، لأن الأول مرة في الوطن العربي كورس هيكون الخريطة الكاملة ليك في مذاكرتك ودراستك، ونصايح عملية وتطبيق عملي وخبرة بجد، مش مجرد كلام تحفيزي. ولو حابب تجرب الجزء المجاني منه هسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت، وكمان هسيبه لكم في الوصف.